عميد المنتخب المغربي رومان سايس يحذر من صعوبة المهمة بكأس إفريقيا 2023 وهذا ما يجب فعله لنيل اللقب. تحدث النجم الدولي المغربي غانم سايس في حوار لجريدة أفريك فوت عن صعوبة التحدي الذي يقابل المنتخب المغربي في كأس إفريقيا القادمة بكوت ديفوار، وقال: أنا واع بما ينتظر الأسود في كأس إفريقيا القادمة وأحذر زملائي لكي لا يقعوا في التكبر. إنه موعد نهائي هام جدا بالنسبة لنا، نعلم جيدا المنتخبات الأخرى ستجهز لنا وستنتظرنا بعد المستوى الذي قدمناه في نهائيات كأس العالم الأخيرة قطر 2022. لن نمارس أي ضغط على أنفسنا، ولكن يجب أن نكون واعين بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا. مثل تجربة كأس العالم نريد أن نحظى برحلة ناجحة وأن نحافظ على تواضعنا، لأننا ندرك أن الكأس الإفريقية دائما ما كانت مستعصية علينا، حيث لا نملك سوى كأس واحدة سنة 1976، أي منذ ما يقارب 50 عاما. إن القول بأننا اليوم مرشحون فوق العادة لكوننا قدمنا كأس عالمية استثنائية سيكون تعاليا، وهو أخطر ما يمكن أن نقع به. وأضاف قائلا: إن مسابقتي كأس إفريقيا وكأس العالم مختلفتان تماما، وقد عايشت كأس الإفريقية في نسخ متعددة 2017 2019 و2022، وأعرف تماما حجم الصعوبات التي تنتظرنا. إننا ندرك قوة فريقنا وحجم المسؤولية، كون المغرب بأكمله ينتظر إنجازا، لذلك سيتعين علينا وضع نفس المكونات التي وضعناها في كأس العالم للوصول إلى النهاية إن شاء الله. فما رأيكم فيما قاله العميد غانم سايس عن صعوبة المهمة في إفريقيا؟ اتركوا لي آراءكم في التعليقات ودمتم سالمين. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.